وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. الشاعر أحمد شوقي. أنا محي الدين من الدنمارك، لفظت من وطني مصر في عهد عبد الناصر منذ أكثر من 50 عام. كنت أعتقد أن مثل هذا البيت من الشعر سيلاحقني السنين الأولى في الغربة بسبب الحنين والذكريات. لم أتصور أن الملاحقة ستستمر وتقوى بعد أكثر من نصف قرن بعيدا عن الوطن، وقطعا ستظل ما بقيت حيا. كان دائما التشكك في ولاء المهاجرين ووطنيتهم، وما إذا كان انتماءهم حقيقيا على أنهم يعيشون في برج عاجي بعيدا كل البعد عن المعاناة وعن ما يحدث في الواقع. كان التشكك ما إذا كان لهم الحق في نقد وطنهم الأم من منظور خارجي. وفي الآونة الأخيرة أطلق الجهلاء والإعلام المتملق عليهم كلمات مثل الخونة والعملاء والطابور الخامس وما إلى ذلك، بل وزج ببعضهم في السجون. الحقيقة أن هموم الوطن الأم كانت وستظل تقبع على أولويات هموم المهاجرين. يحملون وطنهم بين ضلوعهم ويحلمون به في كل يوم، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه، ويتفاعلون مع مشاكله، وكأنهم هم المسؤولون وهم المنقذون. يتوارون في أحضانه كلما أحسوا بالقلق وكلما افتقدوا الأمان. إن رؤية المهاجر قد تكون مختلفة عن المألوف، حيث أنها تتناول أمور الحياة من زاوية مختلفة، إلا أنها رؤية واضحة وصادقة وهامة لأسباب كثيرة، من بينها ما يحظى به المهاجر من تعدد الثقافات بين الثقافة الشرقية التي نشأ عليها والثقافة الغربية التي يعيشها، ثم تجربة حياته في بلد ديمقراطي وممارسته لحرية التعبير واستقلالية الرأي، وتذوقه لحياة كريمة آدمية وآمنة. كلها كانت أسباب أغنت ورسخت رؤيته لتجعلها رؤية آهلة لأخذها في الاعتبار والاستفادة منها عمليا في أمور الحياة المختلفة، وأيضا الاستفادة منها في حوار الثقافات والتقريب بينها. مشاركة تكنوقراط مصر في الحوار الشعبي هو برهان يؤكد ولاء المهاجر وحقه في أن يشترك في بناء وطنه الأم حتى وهو على هذا البعد البعيد، ليس فقط بالمساهمة المادية والمعنوية، بل أيضا بالمساهمة الفكرية والنقدية، حتى لو كان ذلك على حساب وقته وعمله وأسرته وأبنائه وأحفاده. تكنوقراط مصر تحت شعار العلم هو الحل يقدم من خلال الحوار الشعبي حلولا نموذجية للإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، نسعى من خلاله طمأنة الشعب المصري على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. الشعب المصري يستحق حياة أفضل في ظل نظام مدني ديمقراطي ظل في انتظاره منذ 1952، بعد أن أصبحت مصر في ذيل الأمم بكل مقاييس ومعايير التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وكان ذلك بسبب الحكم العسكري الدكتاتوري الذي يعد الأسوأ بين الأنظمة التسلطية المهيمنة كما تقول جميع التقارير العالمية. شكرا.